بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله أيامكم وأوقاتكم بكل خير. نلتقي بكم في سهرة الصلح، سهرة الثلاثاء المباركة التي نحاول فيها إصلاح ذات البين مع الرجل المصلح فضيلة الدكتور السعيد بوزري. مرحبا بأوفياء برنامج الصلح خير. نرحب بكل من يتواصل معنا، من يتصل بنا، من يلتقطنا عبر الأقمار الاصطناعية، وتحية طيبة للجالية المسلمة في المهجر. ولكم مني أيضا تحية الفريق التقني العامل معنا هذا المساء واليوم المباشر في نهاية هذا الموسم المباشر، ساعة و30 دقيقة لإصلاح ذات البين. سينقطع برنامج والصلح خير عن البث خلال شهر رمضان، وسنعود بحول الله تعالى في الموسم الجديد بديكور جديد، بحلة جديدة، بأركان جديدة، بقضايا جديدة نتواصل وإياكم في علاجها وطرحها والبحث عن الصلح مع الدكتور دائما السعيد بوزري. نرحب به ونستفتح هذه السهرة بالترحيب بالرجل المصلح. أطال الله في عمرك يا دكتور سعيد بوزري معنا ومعكم من أجل إصلاح ذات البين. مرحبا دكتور. مرحبا أختي نجاة، بارك الله فيك، حفظك الله. كيف حالك دكتور؟ الحمد لله رب العالمين، نسأل الله دوام النعم ونسأل الله تمامها. مرحبا دكتور. إذا دكتور، كما تشاهد ويشاهد المشاهد الكريم أيضا، معنا ضيفة كريمة. فرحنا كثير ما شاء الله. نعم، الأخت زينب. مرحبا بها زينب معنا، والتي جاءتنا اليوم لكي تتواصل مع شريحة الصم بلغة الإشارة، وكم هم في حاجة ماسة إلى أن يعني يفهموا ما يجري في برنامج والصلح خير. ستكون معنا خلال ساعة ونصف من المباشر، تقوم بشرح القضايا التي نعرضها. أيضا يستفيد المشاهد الكريم بما يتفضل به فضيلة الدكتور سعيد بوزري الرجل المصلح. ونتمنى من زينب أن تتواصل معنا وتكون جلسة طيبة في جلسة برنامج الصلح خير. مرحبا بك زينب. إذن دكتور، حديث اليوم سيكون حول شهر رمضان، والموضوع هو رمضان والصلح دكتور. إذن للبداية تكون هكذا دكتور. قال تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. دكتور سعيد بوزري، في هذه الجلسة الطيبة، جلسة الصلح، نريد من الرجل المصلح أن يدلنا على الطريق الصالح أيها المصلح، ونحن نتهيأ لاستقبال شهر رمضان، هذا الشهر الفضيل والعظيم. تفضل دكتور سعيد بوزري. لك الفضل أختي نجاة، بارك الله فيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بدوري أشكر الله عز وجل على نعمة زينب. نعم. التي أنعم بها الله عز وجل علينا، وقد شعرت فعلا بسعادة غامرة تملأ حنايا قلبي حينما حدثتني أختي نجاة البارحة. نعم. بهذه البشرى أن الأخت زينب ستكون معنا، ترافقنا في هذا البرنامج، وستعود معنا عندما يعود البرنامج إن شاء الله. نعم. لتبلغ الرسالة لهذه الفئة، هم أبناؤنا، بناتنا، إخواننا، أخواتنا. ومنذ عامين حدثني بعضهم طبعا عن طريق لغتهم التي ترجمها لي أحد الإخوة جزاه الله خيرا في المسجد، وهم يتابعون دروس المسجد، عبروا عن رغبتهم الكبيرة في ترجمة معاني البرنامج ليفهموا تلك المعاني ويتابعونهم هذا البرنامج بشكل يعني مريح، والحمد لله رب العالمين. ولكن للأسف لا يفهمون ما يقال في البرنامج. وقد وعدتهم، قلتم سنعمل بقدر الإمكان على تحقيق هذا المقصد،
ولكن قدر الله عز وجل أن يتحقق هذا المقصد في هذه الليلة المباركة. الحمد لله. فأسأل الله عز وجل الدوام النعم وتمامها. وقد علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نشكر الله عز وجل على كل نعمة، مصداقا لقوله تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم. وأيضا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن ندعو الله عز وجل عند كل نعمة: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر يا رب، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. إذا نتوجه بالتحيات المباركات لإخواننا وأخواتنا الذين يتابعون الآن هذا البرنامج. كما قلت أختي نجاة في آخر حلقة في هذا الموسم، على أن يتجدد اللقاء إن شاء الله وقدر في الموسم القادم إن شاء الله دكتور. رمضان والصلح. سنشتاق إليك دكتور. الله يبارك فيكم، ربي يحفظكم، شعور متبادل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير إن شاء الله. يقول سعيد هو أيضا سيشتاق إليك. ونشتاق إلى جميع الفريق العامل وإلى جميع المشاهدين وجميع المشاهدات. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا في مستقر رحمته، لأن السعادة في الحقيقة صناعة جماعية. السعادة صناعة جماعية. فلنعقد العزم جميعا من أجل تحقيق ظروف هذه السعادة وأسباب هذه السعادة في الدنيا، تمهيدا للسعادة الأبدية في دار القرار. الصلح إذن في رمضان أو رمضان والصلح. أعالج هذه النقطة من خلال 4 مستويات. المستوى الأول الصلح مع الله، والمستوى الثاني الصلح مع النفس، الصلح مع الله، والمستوى الثالث الصلح مع الأرحام، والمستوى الرابع الصلح مع الناس جميعا. أبدأ بالمستوى الأول. الصلح مع الله يتحقق بالتوبة النصوح. كل إنسان منا يحتاج إلى أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة، وبذلك نتصالح مع الله. إذا كان النزاع مع الناس أمر منبوذ، أمر لا تحبه النفوس الطيبة، لا ترضاه القلوب الزكية، فكيف بمن يعلن حربا على الله؟ فالصلح مع الله سبحانه وتعالى هو أول مستوى يجب أن نعمل جميعا على تحقيقه. فإذا تصالحنا مع الله سبحانه وتعالى بالتوبة النصوح فقد حققنا هذا المقصد الكبير الذي يؤهلنا لتحقيق الصلح والتصالح في المستويات الأخرى. أتصور إنسانا يعيش هذه الأيام المباركات ويستقبل شهر رمضان وهو بعيد عن الله سبحانه وتعالى، وهو لم يتصالح مع الله ولم يتب، وربما يؤجل توبته إلى وقت آخر. والشريعة قررت أن تأجيل التوبة هو إثم يحتاج إلى توبة، ثم أن الأجل قد يباغت الإنسان وهو لم يتب فيندم، ولكن حيث لا ينفع الندم. يقول الإمام علي رضي الله عنه من حكمه ومن درره، يقول: يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. التصالح مع الله، نقرأ أرجى آية في القرآن، يعني الآية التي تزرع الأمل في قلوب العصاة، في قلوب الآثمين. يقول ربنا جل جلاله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هي أرجى آية في القرآن. تخاطب جميع المذنبين وتزرع فيهم الأمل، أي لا مجال لليأس مهما كانت هذه الذنوب، لأن الشيطان يحاول أن يزرع اليأس في قلوب العصاة. كأن يقول لهم مثلا: أنت كبير في السن، أنت يعني أذنبت كثيرا في حق الله عز وجل، ولو قدر لك أن تعيش قرنا من الزمان لا تستطيع أن تتوب، لأنك عاص، لأنك مذنب، فاتك الوقت. وبذلك يزرع فيه اليأس. واليأس كما يقول الحكيم:
اليأس يقتل الفضائل في النفوس. إذن هذه الآية تجعل جميع العصاة يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى ويتصالحون معه. وهكذا نستقبل هذا الشهر الفضيل بالتصالح مع ربي جل جلاله. المستوى الثاني هو التصالح مع النفس. هذه النفس البشرية خالقها هو الذي يعرف كنهها، هو الذي يعرف أسرارها. يقول ربنا في آية القرآن: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والنفس بالمناسبة يعني النفس الأمارة بالسوء هي العدو الأول للإنسان. يكفي أن نذكر السادة المشاهدين أن أول جريمة وقعت في الحياة بسبب النفس الأمارة بالسوء الخلاف الذي وقع بين قابيل وهابيل. نذكر به الناس جميعا، نقول أولاد آدم حصل بينتهم خلاف كما يحصل الخلاف بين الناس الآن في دنيا الناس. قابيل تخاصم مع أخيه هابيل، ولكن سبحان الله النفس الأمارة بالسوء أمارته بأن يقضي على أخيه بأن يقتل أخاه، كما يروي القرآن الكريم: قال لأقتلنك. هكذا يحكي القرآن تماما. هذا قابيل يقول لهابيل: قال لأقتلنك. هذه العبارة يكررها أبناء آدم الآن. أليس كذلك؟ يقولونها. نعم. كم من إنسان يخالف يعني يتخاصم مع أخيه أو مع صديقه أو مع شريكه، يقولون قتلك، ويحلف في بعض الأحيان ولا غير نقتلك هكذا. يقول له الروح نتاعك في يدي. يقول لك روحك تقفوسي نقتلك إلى آخر هذا الكلام، وتتم أولادك مش عارف فيه وأشياء كهذه. ولكن كلها هذه من وساوس إبليس ومن وساوس النفس الأمارة بالسوء. قال لأقتلنك. ولكن هابيل الذي كان يخاف ربنا جل جلاله قالوا لي: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. شوف خوف ربي. أنت الآية اللي قلتها نجاة بارك الله فيك: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والله إن التقوى صمام الأمان، صمام أمان الأرواح، أمان الدماء، كذلك النفوس، وكذلك الأموال، وكذلك الأعراض. معنى إذا كان خافوا ربي لن يحصل شيء من هذا إطلاقا. ولكن صدق اللي قال: خاف من اللي ما يخافش ربي. أقوذ وين نتسقذ ربي؟ خاطر اللي خاف ربي قد يخطئ في حق إنسان، ولكن كي يقولوا اتق الله يعود إلى الصواب، يعود إلى الصواب. ويسترجع ويستغفر والسلام. ربي يعفو يغفر وين يشظن يوخر، أي ربي سبحانه يتوب على كل عاص. إذن هابيل قالوا: إني أخاف الله رب العالمين. ولكن تتمة الآيات: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. هذه الحكاية كلها على النفس. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. إذن شوف الإنسان الذي لا يتصالح مع النفس، يعني سوف يطبق أوامرها، سوف تضع له كما يقولوا في دنيا الإعلام في دروت، يعني خارطة الطريق، دليل الطريق فيطبق. وهكذا أيضا حصل مع إخوة يوسف. النهار اللي دوخوهم يوسف بالمفاوضات مع باباهم: أعطينا يوسف يلعب معنا ويخرج شوية ويتفسح، يعني المؤامرة. هذه كلها النفس الأمارة بالسوء. وكي داوه استأمنهم على يوسف، قالوا: أمن يوسف عندكم. وراحوا وتعرفوا كاع واش داروا في يوسف، وداروه في الجب وكذا، والحكاية معروفة. وحتى كان منهم اللي قالوا اقتلوه. يعني كيف فتحوا باب المقترحات، كاين اللي قالوا: اقتلوا يوسف، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. سبحان الله. نكمل الآيات حتى نقل ربي سبحانه يروي هذه الحكاية العجيبة اللي لازم كل إنسان يقرأها باعتبار وتمعن. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. لازم لو كان يبكوا في النهار يفيق لهم، يقول: وقال بكاء هذا نتاع ماشي نتاع الصح. ولكن بالليل: وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا: يا أبانا
إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وزادوا كملوا وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. لذلك سادتي الأفاضل لابد أن نتصالح مع النفس. نعم. كيف يكون التصالح مع النفس؟ بتزكيتها، بتنقيتها، بتصفيتها من الشوائب، من الأحقاد والضغائن والكراهية، ونملأ القلوب ونملأ النفوس بالحب، نملأ النفوس بالاحترام بالتقدير، نملأ النفوس بالخير، بحب الخير للناس، ونرتاح. لأن الإنسان الحقود هو الذي يتعذب أكثر من الآخرين. يقول لك هذا الحسد والحقد يعني كما النار، تاكل كما تلقاش واش تاكل نفسها. لذلك هو أول المستفيدين الذي يملأ قلبه بالإيمان، بالمحبة، بالأخوة، بكل هذه المعاني الجميلة الجليلة. نعم. هذا هو المستوى الثاني. نعم. المستوى الثالث وهو الصلح مع اعذروني سادتي الأفاضل هذه المرة يعني من طول الشيء في المقدمة. مهمة جدا هذه المقدمة دكتور. الله يبارك. باش يتهيئوا الناس. نعم. ويتركوا الخلاف على حدة والنزاع على حدة. ودخلوا إن شاء الله يستقبل شهر رمضان استقبال يليق بمقامه. اليوم نحن فرحنا بزينب استقبلناها وتمنينا باش نجيبوا لها حاجة تاكلها ما كانش، يعني أعطيناها غير شوية الماء. هذا واش نقدروا. ايوه بارك الله فيك دكتور. نعوضها بالدعاء في ظهر الغيب ان شاء الله دكتور. المستوى الثالث على مستوى الارحام. على بالك الانسان كي يكون يتصالح مع الله ثم يتصالح مع نفسه يكون مهيئا للتصالح مع الناس جميعا ويبدا من الارحام خاصه الارحام. نعم يا اختي نجاة لا حول ولا قوه الا بالله. كان الان في اواخر شعبان كان يدخلوا في معارك مع الاخوه. الان يفتحوا ملف الميراث باش الشيطان يكلخلهم يختلفوا على هذيك العقار وهذيك الأرض وهذيك الشجرة. نعم. وهذيك الحجرة. الآن نعم. يعني منذ 3 أيام تقريبا ولا 4 أيام واحد قال لك منذ 7 سنوات حابين ناخذوا موعد باش تفر لنا مشكلة الميراث. حابين نفروها الآن قبل رمضان. قلت له علاه لماذا الآن؟ رمضان؟ نعم. لماذا الآن؟ كاين أولويات يعني لازم الآن. وبحكم التجربة أنت تدري لماذا دكتور. الأيام الأخيرة نتاع شعبان أخاف منها تماما بصراحة. نعم. والله على ما أقول شهيد. طيب إذا نقول أنه تصرف. علاش تخاف منها دكتور؟ لأنه يحثوا فيها سهلة مهلة. لأن نعم. الشيطان يدير اجتماع مع النفس يقولها أنا سأصفد بعد أيام، يعطي لها يعني واحد المعلومات واحد نعم. فيدروت يعني هو ثاني ينصحها يقولها أنا نغيب لازم تعوضي. نعم. لأنه بعض الناس يتساءل يقول علاش في رمضان صار مشاكل. يقول له سهلة مهلة. يقول لك رغم أن الشياطين صفدت سهلة مهلة. خاتمة شعبان يحب يخدم خدمته دكتور. لازم نعم. يخدم خدمته يدير برنامج عنده برنامج مطول مفصل. نعم. شحال الناس اللي يطلقوا وشحال من الجرائم سنعود إلى ذلك. والحوادث نتاع طريق. يعني يا عجبك إذا كان واحد عنده في طريق برك يختلفوا في الطريق تدير له هاك تفضل يفرح ويستبشر. نعم. يستبشر. وهذه الأمسية على الأقل 10 من الناس تكون الأولوية للتاعي نقول تفضل ويبتسم ونفرح. نقول والله غير نقولها اليوم لأنه فرحت كي شفتهم فرحوا. هو حقي ولكن معليش. والإيثار هذا يعني أين هو؟ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه حتى في جميع الأمور. وحنا في رمضان خاصة الأيام الأولى وعلى بالك النرفزة والعيا وكذا إلى آخره. فالشيطان إذن أقول هذه الأيام راهي يخلي الوصايا نتاعو للنفس وهي كما قلت تعوض يعني تكومبونسي. نعم. هذاك الغياب نتاعو تعوضه. فبالتالي ذاك تكثر المشاكل كثيرة. ولكن إذا كنا من الناس الأذكياء، إذا كنا فاهمين هذه المؤامرات، لأن ربي سبحانه هو اللي قال لنا الشيطان هذا عدو مبين. هو اللي سماه لين ديكلاري عدو مبين. والله يرحم البوصيري في القصيدة نتاعو الرائعة وبعض الناس يقراوها يعني يتبركوا بها بشكل مستمر يعني يقراوها في المعاني العظيمة اللي فيها. يقول وخالف النفس والشيطان واعصيهما وإنهما محضاك النصح فاتهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم إلى آخر هذه الدرر في قصيدة البردة للإمام البوصيري. صلة الأرحام. نعم. ربي وصانا بها. ربي وصانا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس الواصل بالمكافئ. يعني شكون اللي يخلي من حقه هو اللي يروح يتصالح. ما يستناش حتى يجي عيد الفطر الآن في رمضان. نعم. باش نعيشوا رمضان مليح. صوري اختي نجاة واحد دار قرة مع العائله نتاعو حروب
يعني كيف يجد لذة رمضان؟ هل يجد لذة رمضان؟ لا يجد إطلاقا. عنده مشاكل مع باباه، مع يماه، مع أخته، مع زوجته، مع زوجه، مع إذا كان المرأة مع زوجها، مع الجيران، مع داير فتح جبهات حرب مع كل الناس. فكيف يعيش هذه الأيام الفاضلة المباركة؟ إذا التصرح مع الأرحام، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. خاطر في قاعد يقول لك أنا نرجع لهم. أنا رجل، أنا عندي النيف، أنا عندي النيف، ماشي علاش يعتبرها نقصان في رجولته وفي مروءته. نعم. ولكن الحقيقة الرجولة والمروءة والبطولة تظهر هنا. هذاك هو اللي يرجع، هو اللي يطلب السماح، يقول جئتك مصالحا، ما يحوس، ما يفتحش تحقيق في الموضوع. نعم. يقول تصالحوا ويبقى الصلح إن شاء الله كما قال القرآن، والصلح خير. المستوى الأخير الصلح مع الناس جميعا. نعم. إذن ما الفائدة إذا كان الإنسان تصالح مع ربي وتصالح مع نفسه ومع العائلة نتاعو والأرحام، ولكن فاتح جبهات حرب مع الناس؟ أيضا هذا ما ينفع، لأنه قدر ربي سبحانه نعيش سويا. لماذا لا نعمل على تحقيق التعايش فيما بيننا؟ لماذا لا نحقق الانسجام والتناغم فيما بيننا؟ هكذا تصبح الحياة جميلة. أعتذر لهذه الإطالة، وبذلك نستقبل الشهر العظيم إن شاء الله تعالى بالباقيات الصالحات، ونحول هذا الشهر إلى شهر الاستثمار في الطاعات وفي الصالحات وفي الباقيات الصالحات. بارك الله فيك دكتور. كانت هذه مقدمة مهمة بالنسبة لبرنامج والصلح خير في هذه السهرة. عنوان هذا البرنامج أو هذه الحلقة رمضان والصلح. إذا استخلصنا 4 محاور من مقدمة فضيلة الدكتور سعيد بوزيري، ألا وهي الصلح مع الله، الصلح مع الناس، الصلح مع الأرحام، والصلح مع الناس جميعا. إذا نتواصل معكم من خلال هذا الفاصل لمتابعة برنامج الصلح خير عبر الأرقام الهاتفية، ثم نعود لمواصلة النقاش. تابعوا معنا. لكل من يريد التواصل مع برنامج والصلح خير، نضع تحت تصرفكم العناوين والأرقام التالية: عبر البريد الإلكتروني صلح@wntv.dz، أو عبر موقع الدكتور السعيد بويزري www.bouyzri.net. يمكنكم الاتصال بالأرقام التالية: 021 39 42 42 021 39 43 43. إذا كانت هذه الأرقام الهاتفية للتواصل معنا على المباشر في هذه الحلقة رمضان والصلح. كل من لديه قضية تتعلق بشهر رمضان أو تتعلق بنزاع أو خلاف فما عليه إلا أن يتصل بنا ليعرض القضية لبرنامج الصلح خير، والرجل المصلح يحاول إصلاح ذات البين. ملاحظة أخرى بالنسبة لشريحة الصم، وأنتم تشاهدون معنا زينب التي تتواصل معهم مباشرة من قناة القرآن الكريم وفي برنامج والصلح خير. هناك رقم هاتفي تشاهدونه سعيد في أسفل الشاشة، وهو فاكس لهذه الشريحة التي تتواصل معنا كتابيا بعرض قضاياها، ثم سنأخذ هذه القضايا لنعطيها لفضيلة الدكتور سعيد بويزري. أذكر فاكس 021 37 41 20. الفاكس لهذه الشريحة 021 37 41 20. هكذا. إذن في هذه الحلقة قبل أن نمر للقضايا دكتور، كلما اقترب رمضان يحصل الشجار بين الأزواج، هذا الجزء الأول من البرنامج. ودائما ونحن نستقبل رمضان في كل سنة أراك منهمك جدا، وأقول لك فضيلة الدكتور ما هي القضايا؟ تقول لي دائما يا بنتي نجاة القضايا التي يعني تعبني هي أنه قبل بداية رمضان ب15 يوم أو أسبوع كاين بزاف الأزواج والزوجات اللي يوقع بيناتهم شجار، ويطلق الزوجة تاعو ويقولها روحي لداركم، جوزي رمضان في داركم، وتبقى أنت تتواصل معهم.
معكم. اليوم عندك 7 حالات طلاق قبل رمضان، قلت بأنه 5 حالات الحمد لله رجعوا القضايا تاعهم، رجعت الزوجة لبيتها، بقوا غير 2 ليس بعد، لم يحدث بعد الصلح. دكتور تفضل، ثم نعود للقضايا التي موجودة معنا. في الحقيقة تعليقي يكون بسيطا. صحيح دائما قبل رمضان سبحان الله العظيم وبحمده يعني يحصل هذا الأمر منذ سنوات يعني طويلة، لأنه الشيطان لا يريد يعني الهناء والسعادة لهذه الأسرة، لأنه أكبر ما يتمناه وأقصى ما يتمناه أن يفرق بين المرء وزوجه. نعم، أن يفرق بين المرء وزوجه، وهذه سعادته الكبرى. لذلك هناك من الناس من لا ينتبه إلى خطورة تدبير الشيطان ومؤامراته، فيقع في ما خطط له الشيطان. لذلك هذه 7 حالات حقيقة، ولكن الحمد لله ربي يسر. 5 حالات تمت الرجعة وتم الصلح بينهم، وأحدهم إن شاء الله سوف تعرض قضيته لأنه وطلب أن تروى قصته للعبرة. ونسأل الله عز وجل أن يوفق الحالتين اللي بقوا إن شاء الله للصلح. وطبعا من خلالهم ندعو للجميع اللي عندهم خصومة مع زوجاتهم، والزوجات اللي عندهم خصومة مع أزواجهم، نقول لهم راجعوا أنفسكم، راجعوا أنفسكم وانتبهوا إلى مؤامرة الشيطان ومكائده، فاتخذوه عدوا كما قال القرآن الكريم، وعودوا إلى رشدكم وتصالحوا، وربنا يقول والصلح خير. ومن خلال أيضا النزاعات الزوجية أيضا نوجه النداء إلى جميع المتخاصمين، جميع الخصوم، سواء في القضايا التجارية والشركات والتاركات والحدود إلى آخره، جميع المشكلات تصالحوا تصالحوا، لأنه الحرب دائما نكرر هذا الشعار، الحرب تحتاج إلى يد واحدة، ولكن الصلح والسلم يحتاج إلى يدين. نعم، يحتاج إلى يدين. نعم. أي واحد يمكن أن يحدث فتنة بمفرده بيده أو بكلمة تصل التصالح. نسأل الله التوفيق للجميع إن شاء الله. دكتور فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، واغتنموا فرصة الاتصال للحديث مع الدكتور سعيد بوزي حول قضاياكم، مشكلاتكم، نزاعاتكم وخلافاتكم قبل بداية هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان. إذا اعتاد البرنامج أن يتواصل مع المشاهد الكريم، ومن بين المشاهدات الكريمات التي تتواصل مع برنامج والصلح خير إذا تذكرتموها، وهي السيدة أم هاجر. تابعوا معنا هذا الفيديو ثم نعود لمواصلة البرنامج في ركن نزوركم في بيوتكم. كلمة ثانية سفيان أظن من تلمسان. أم هاجر، السلام عليكم أم هاجر. السلام ورحمة الله، كيف راكم؟ وعاش من نسمع صوتك يا أم هاجر، مرحبا بك. خيبة نقبضكم، شو كل يوم معاكم. الله يبارك. كيف بنتي؟ والله الحمد لله أم هاجر، وانتي؟ راه ولدي الدكتور، الحمد لله ما بارك الله. عطانيش ولد بصح الدكتور بويزري راه ولدي. الله يبارك، الله يبارك. بالعام ونعم الأولاد، الله يبارك. يسلمك. التلفزيون قلتهم باغوغد نيشان. بارك الله فيك أم هاجر، بارك الله فيك. نفرح بزاف كي نقبضكم. والله بارك الله فيك أم هاجر. صرات لي واحد المشكلة. نعم تفضلي. اللي جازوا بصح زوجي مرض بالباركنسون في 79. نعم. ديتا عند بروفيسور في وهران باش دخلنا عند هذاك البروفيسور حتى حفينا. إذا لماذا هذا الفيديو لأم هاجر التي تتواصل مع برنامج والصلح خير؟ لأنه بالضبط أن برنامج والصلح خير قبل بداية شهر رمضان الفضيل يقوم بزيارة الحالات، بتفقد الحالات، بالتواصل معها، بالنظر في حالة ما إذا المشكل يعني خلاص انتهى أو لا زال المشكل قائم. أم هاجر من بين محبي برنامج والصلح
خير في ركن نزوركم في بيوتكم، هذا الركن القار والذي كثيرا ما نعرضه عليكم في البرنامج. قبل شهر رمضان قام فضيلة الدكتور السعيد بويزري وطاقم برنامج والصلح خير بزيارة هاجر من الجزائر العاصمة إلى تلمسان، وبالضبط إلى منطقة مغنية، للنظر في حالة هاجر، هذه المرأة الطيبة التي تتواصل مع برنامج والصلح خير، والتي كانت قد عاشت مشكل عائلي، والحمد لله الأمور على ما يرام. استقبلتنا هاجر في بيتها قبل حلول شهر رمضان. تابعوا معنا هذا الروبورتاج في ولاية تلمسان في مغنية مع الدكتور سعيد بويزري في ركن نزوركم في بيوتكم، ونعود لاستقبال مكالمتكم الهاتفية. دكتور، اعتاد برنامج والصلح خير قبل بداية شهر رمضان بزيارة طاقم برنامج والصلح خير، يقوم بزيارة حالة من الحالات اللي عرضنا القضية تاعها في برنامج والصلح خير. اليوم الوجهة إلى تلمسان وبالضبط إلى منطقة مغنية لزيارة من دكتور سعيد بويزري؟ هاجر. نعم. هاجر وفية لبرنامج والصلح خير. نعم. نزورها في بيتها. نعم. إن شاء الله تعالى. نتوكل على الله. بارك الله فيك. بارك الله هاجر. بارك الله فيكم هاجر. بارك الله فيك. الله يسلمك. الله يسلمك. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. بسم الله. بارك الله فيك. صحيح. جزاك الله خير. طاقم البرنامج يتقرب دائما من الحالات اللي تكلمنا على المباشر او حنا نكتشفوها عندما تخلي الارقام الهاتفيه. كنت تزوجتو عمار من سوق حراس وخواتاته قاعدين معاه. بكاتني هذيك ليماج، بكاتني بزاف، خاطر عندي خويا عمار وكان شويه زحفان ما كانش يتصل بيا. هذاك النهار كي مديت الرقم نتاعي قلتي لي مدي الرقم نتاعك، مديته في المباشر. جاتني بالك 1000 ابل سون اكزاجيري في ديك الليله بالذات، حتى دراري صغار هضروا معايا. صحيح. هاجر، حبيت نسقسيك، يعني العلاقه اللي كانت بينك وبين خوك ما كانتش مليحه في واحد الوقت، الان كيف الحال؟ دروك راه يعيط لي الحمد لله، راه يسقسي عليا، راه يسقسي على بناتي، راه الحمد لله. الحمد لله. سلمي عليه بزاف يعني يسلمك. من فريق البرنامج. هو زعما لو كان هو انسان مليح وطيب، هذا خويا كاع هو اللي لازين له القدره ويعرف يحل المشاكل ويعرف اللي عنده مشكله تروح له، اللي وحده جبد شويه اللي دارنا. اما الان الحمد لله. الحمد لله. ربي يحفظه وسلم عليه بزاف. يسلمك. وربي يحفظه ان شاء الله ويحفظكم جميعا كما وعدتك. اول يوم اللي قدر ربي سبحانه وصلك. حاجه غاليه بزاف، حاجه ثمينه، حاجه رائعه، حاجه كشفيع كيما المصحف ومن يديك. الله يبارك فيك. عنده حلاوه وفضل. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. وبروايه ورش. الله يبارك سيدي. هاوليك المصحف ما شاء الله. الله يبارك فيك. قداش تمنيت نقبض مصحف كبير في يدي. الله يبارك فيك. ما شاء الله. القرآن الكريم بالرسم العثماني. هاوليك سورة الفاتحة. سورة الفاتحة وهذا كبير. هكا نشوف. ممكن تقراي شوية الحاجة يعني. بارك الله فيك. سورة الفاتحة. نبداو بها البركة إن شاء الله. ما نقراش كيفكم. لا قراي برك فيها بركة إن شاء الله. بسم الله. سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. صدق الله العظيم. بارك الله نعرف فيك. نقرأ ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله. ما شاء الله بارك الله فيك. الحمد لله. عندي هكا كي نبدا نقرا عندي في هذاك الفونيتيك والعربيه نتبع. نبدا بالفاتحه ونزيد مورا الفاتحه سورة البقرة. لا نقرا آية الكرسي. آية الكرسي راهي في سورة البقرة 255. نعم 255. نعاود نزيد 286 و87 أمان الرسول ولا يكلف. ونزيد في سورة آل عمران اللي نبغيها بزاف. ما شاء الله. زوج آيات 193 و 194. سمعوا يا ناس ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. أم هاجر الله يبارك لنا اليوم 22 من شهر شعبان. نعم. يعني بعد أيام نستقبل شهر رمضان المعظم إن شاء الله. وربي قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. حبيت نسأل أم هاجر كيفاش تكون علاقة نتاعك مع القرآن الكريم مع الوحي الطاهر اللي راه بين يديك في شهر رمضان المعظم؟ نعم. هذا العام إن شاء الله نتمنى نختم بهذا المصحف. الله أكبر. العام اللي فات ختمت بالمصحف نتاعي اللي مكتوب بالفرنسي والفونيتيك والعربية. ما شاء الله. عربية رقيقة بزاف ما نشوفهاش وتعلمت نقرا كمان. ما شاء الله. ختمت به بديته النهار الاول تاع رمضان ختمت ليله العيد عند الفجر. الله. وطلبت ربي لجميع الناس كيما نسمع نطبق. ما شاء الله. هذا العام ان شاء الله نختمه بهذا المصحف. إذا هكذا هو برنامج والصلح خير مع فضيلة الدكتور السعيد بويزري، يزوركم في بيوتكم ويستطيع أن يقطع مسافات طويلة لزيارة الحالات وللنظر في قضاياها. الحمد لله تركنا أم هاجر بخير وعلى خير، وقد وعدها فضيلة الدكتور السعيد بويزري بمصحف، وهي ستقرأ القرآن الكريم بحول الله تعالى في هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان، شهر التوبة والغفران وشهر القرآن. فضيلة الدكتور، قلت للسيدة أم هاجر أما الآن فالحمد لله، تتمنى أن كل ما تزور حالة تقول نفس الشيء دكتور، أليس كذلك قبل استقبال المكالمات؟ نعم يقينا، يعني كلما ينصلح أمر الناس كلما نحمد ربي سبحانه عز وجل، لأن ربي سبحانه وعدنا في آية القرآن ولئن شكرتم لأزيدنكم. وربي قال في القرآن وسيجزي الله الشاكرين، ويعلمنا الإسلام ونحن في الصلاة بين يدي الله عز وجل بعد الرفع من الركوع نقول سمع الله لمن حمده. والمأموم أو المأمومون دائما يرددون ربنا ولك الحمد. وأول سورة في القرآن هي الحمد لله رب العالمين. نسأل الله دوام النعم وتمامها، نسأل الله أن يزرع المحبة في قلوب جميع الناس ليستقبلوا هذا الشهر الفضيل استقبال يليق بمقامه، فيستثمرونه في الخير وفي البركات وفي الطاعات إن شاء الله. دكتور بارك الله فيك. دكتور، إذا نفتح أبواب النقاش والحوار للنظر في قضاياكم وللاستماع إلى مشكلاتكم. يقول سعيد أول اتصال نأخذه من السيدة نصيرة من ولاية تيزي وزو. السلام عليكم أختي الكريمة. وعليكم السلام ورحمة الله. ربي إن شاء الله يحفظكم وربي إن شاء الله يطول من عمر الدكتور بويزري إن شاء الله. آمين. والله عندي سؤال في الشقين. نعم تفضلي. ممكن نهضر بالقبيلية؟ ممكن تفضلي. سؤال أول. نعم. قال لك السؤال الأول عندي هضرك نفس الصلح مع الله. نعم. الصلح مع الله. نعم. الصلح مع الله ومن بعد الصلح مع صلة الرحم. نعم. الصلح مع الله دكتور بويزري صافي شحال هادي فهمتيني شغل ما كنا يدينا وكان غير الكل كامل الزلفو في كل قاصد يسمع لي كلمه وتياوي خطر شرع الذنوب خلنا التوبه تغفر غير القران كل مي خاصك لي وهيك سكون شفنيا. نعم. صافي الزكيره قرا كان بالك سوره بنصاب بالك يسمع لك الموت نتيا وخدم غير وكفر غير الذنوب بينو ومقري سير الذنوب بينو مي الذنوب ساعات نتيا كلها. ومن بعد طرف بالك كتخدم غير رقيه انا غزر غير شويه كتخدم مع دكتور بويزي صافي انت ساعه درابو هي الكل صرف على 4 سن سيزاريان الكل صافي ساعه كاين الخوف طرف بالك
هذا مشغول السميحه ربي يبارك وخدم غير الصبح ربي يبارك ومشى خدم من واقي من واحد سنه كي كل صافي شنير كل صغار نفهم الدكتور بويزي. واضح بارك الله واضح. الصلح مع الرحم نعم. صلة الرحم صافي ساعه بروبليم لوكس وتما ومن بعد سياغه في مشاخمه الصلح سوار غاس التليفون ويتسرر سياغه الكل يشوفي وغير غير الدكتور بوزري ما الا قدروا حاصل خمس باسكو قد غيتقدم ما يتشوف فينا نغ قيمه كان كيدير غادا شو قلنا مسؤول جارد ربي يدرا يسمح انت فيا ظلمني سياغه الكل خمس الصلح يسوار غاس التليفون تكوبي يتسرر وغير غير ما الا قدروا حاصل خمسه كيدير وقد غيتشوف نعم شاف خدمه. نعم واضح نصيرة. الله خيرا وان شاء الله هذه الدورات ان شاء الله يعمرني ونعطيكم الصحة ان شاء الله. رمضان مبارك ان شاء الله نصيرة. بارك الله فيك. بارك الله فيك. رمضان مبارك وكل الخير نتمناه لسيدة نصيرة من تيزوزو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ناخذ اتصال اخر من العاصمة. من معي سعيد؟ كريمة من العاصمة. السلام عليكم كريمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كريمة من فضلك نقصي التلفزيون تماما باش نسمعوك مليح. نقصيله. طيب مرحبا بك كريمة من العاصمة في برنامج والصلح خير. نعم كريمة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك كريمة. نحبكم في الله هذه الأولى. ونحن نحبك أيضا في الله. نعم بارك الله فيك. وفيك بركة. أنا الأب تاعي مطلق يما وإحنا صغار. طلق الوالدة وأنتم صغار. وإحنا صغار ويما خدمت علينا وما كانش ينفق علينا بابا كامل كيف. نعم. بعد ما كبرنا وخواتاتي كامل متزوجين من بابا ويما غير انا برك اللي قعدت. نعم. وما ينفقش عليا بابا انا وحب يدي من عند ناس السماح. وعطينا له السماح ماشي ما عطيناهولوش. مي بصح ما ينفقش. وما حبيتش نقول له بابا عطيني باسكو انا برك اللي نسالو. فهمتي؟ فهمت. عطيتوا له السماح ولكن ما ينفقش الاب تاعكم. انا ما ينفقش عليا خواتاتي متزوجين من بابا وخوتي الدراري متزوجين من بابا واختي الكبيره متزوجه. نعم. وخويا الصغير متزوج غير انا اللي قعدت. انت فقط. انا برك اللي قعدت بصح ما ينفقش من صغرنا ما ينفقش. يما خدمت علينا عرق جبين حلالي. وكلتنا غير الحلال ولبستنا غير الحلال ومسح جامي لحت يدها لي وقالت له عطيني. كي يما خرجت تخدم بابا فاقلها بلي راهي تخدم. حبس عاد ما يعطيناش 24,000 تاعنا. كان يتعطل عليها ساعه يمدها ساعه ما يمدهاش بصح كي يسمع عاد ما يمدلهاش. كي عاد ما يمدلهاش بابا قالت يما 24,000 حنا بين ثلاثه وماما ما يعطيهم منا. كي يما ما حبش يعطيهم لنا قالوا لها الجيران روحي طاكيه اون جيستيس. قالت لهم نطاكيها عند ربي. الجيران يعني طلبوا منها لا تاكي اون جيستيس. نعم. قالت لهم نطاكيها عند ربي انا وليداتي صغار ونخدم عليهم بعرق جبين حليلي. انا الصور تاعوين على بالي مين راهو يجيب فيه. نعم. خلاني انا مولات عامين واختي مولات 4 سنين وخويا مولات 30 يوم. واضح نصيرة. واضح كريمة. الحمد لله يما خدمت علينا فام دي ميناج خويا راه طبيب. الحمد لله. انا كانت تقيه الحمد لله. الحمد لله. يما ربتني ناكل الحلال نرقد بالحلال نمشي بالحلال. الزنقه كي ندير خارجه نصلي ركعتين ونخرج بالدعاء. الحمد لله. اخاطش يما ربتني غير بالحلال واليوم تخدم دير علينا قيام الليل وتصلي الفجر وتخرج على 5 تاع الصباح تخدم. بارك الله فيها سيدة كريمة. قالت لباباها وقالت لخوها قالت لها جدتي لا ما تقوليش. بارك الله فيها. نقول باش خويا يعرفني خصها على 5 تاع الصباح بلي راني نخدم وخويا يعرفوه ويعرفوا اخته. هاي من حكايتها كيفاش ودوك هي تمرة 72 وراهو يدخل لها الكريت والحمد لله.
الحمد لله. بارك الله فيك السيدة كريمة. سيدة كريمة بارك الله فيك. هذه الحكايه اللي نحكي لك فيها. وبوركت الأم لمثل أمك. سيدة كريمة ما تنقطعيش على مشاهدة البرنامج وستستمعين. يعني نقول لك هذا الإنسان لا السمح تاعو مقبول ولا لا. نعم بارك الله فيك. واضح. هل السمح تاعو مقبول أم لا؟ واضح. سيدة كريمة من العاصمة. شكرا. نقول لك حاجة، نرزق بيد الله. قال لك ربي كل دبة رزقها على الله. بزعل الإنسان كي يدي يعرف كيفاش يدي. شكرا كريمة. شكرا بارك الله فيك. واضح القضية تاعك بالنسبة للوالدة والوالد بالنسبة للنفقة. هل هناك اتصال آخر سعيد أو نمر إلى؟ نعم. إذن قبل أن نرى في قضية نصيرة من تيزي وزو وكريمة من العاصمة، دكتور قضية عبد السلام من العاصمة اللي يقول منذ أسبوع حصل شجار بينه وبين زوجته، أقسم أن لا تصوم معه هذا الشهر الفضيل، ذهبت إلى أهلها. تواصل الدكتور سعيد بوزيري مع هذا السيد عبد السلام ورجعت الزوجة إلى بيتها بفضل والصلح خير. دكتور نعم، إذا كان هناك رسائل. نعم. طيب الأخ عبد السلام، يعني حقيقة يعني قصته أراد أن تعرض على يعني في البرنامج من أجل العبرة. نعم. فقط، لأنه في الحقيقة الشيء الغريب أنه هو أقسم ألا تصوم في بيت الزوجية، يعني يخرجها. قلت سبحان الله، يا ممكن يطلقها بلا ما يقولها الكلام. هل يعتبر هذا تهديد دكتور؟ راهو قريب رمضان والله ما تصومي معايا هكذا، يعني ربما السيناريو تاع المشكل. يعني سبحان الله، شوف يعني نعم. ممكن يعني هو يطلقها بيقولها الكلام، ولكن باش يبردها كما يقولوا الشيطان يكلخ له أنه كأنها بطولة، يعني ما تصوميش في الدار في هذا الشهر. نعم. هو الناس تفكر تلم شمل الأسرة في نعم. رمضان. نعم. إذا كان الأسرة ربما موزعة خلال السنة كامل، هذا يتعشى على 7، هذا على 8، هذا على 10، ولكن من بركة رمضان ينظم أوقات الناس، ومن مقاصده لم شمل الأسرة على المائدة الواحدة. يفكرنا بأيام زمان. أيام زمان الأسرة كانت تجتمع على الكانون كما نقولوا سيدي، ويتلاقى والصغار والكبار إلى آخره، ولكن جاء واحد الوقت مع التكنولوجيا، مع الظروف التي تغيرت كثيرا، أصبحت الأسرة في الحقيقة مشتتة كثيرا. مشتتة. نعم. ورمضان هي فرصة يعني ذهبية لجمع شمل الأسرة. نعم. ولكن هو أقسم ألا تصوم في بيت الزوجة في هذا الشهر الفضيل. نعم. وطلقها. نعم. ولكن الحمد لله يا سي عبد السلام، أشكرك جزيل الشكر أنك عدت إلى رشدك. نعم. وأنك أرجعت زوجتك، وعقد العزم على ألا يطلق زوجته مهما كانت الظروف، وتصالح واجتمع شمل الأسرة. وطلب منا باش نحكيو هذه الحكاية للعبرة، على الأقل الآن اللي راهم يتبعونا إذا وقعوا في نفس المشكلة. نعم. بغاو يتموا ولادهم، بغاو كما يقولوا يخربوا العش نتاعهم في هذا الشهر الفضيل، يعني اتقوا الله عز وجل ويخزيوا الشيطان كما يقولوا، ويرجعوا للطريق الصواب إن شاء الله تعالى، وما يطلقوش. الطلاق أبغض الحلال عند الله الطلاق. نعم. لازم نرجعوا لهذا الشيء. إذا كان واحد دار إنجازات في الشركات، إنجازات في التجارات، ولكن جبهته الداخلية منهارة، نعم. لا فائدة. ما هي لذة العيش وما هو سر الحياة إذا فقد الهناء وفقد الراحة والسعادة والسكينة والطمأنينة على مستوى الأسرة، وهي أساس بناء المجتمع، ونؤكد ذلك باستمرار. اتفقت كلمة العقلاء في الدنيا جميعا على أن الأسرة هي اللبن الأساس في بناء المجتمع. إذا كانت الأسرة قوية متماسكة يكون المجتمع كذلك قويا متماسكا. أما إذا كانت الأسرة مهزوزة مشتتة، نعم. سيكون المجتمع كذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. بارك الله فيك دكتور. شكرا. يستفيد دائما المشاهد من دكتور سعيد بوزيري الرجل المصلح. بداية البرنامج
البرنامج كان اتصال للسيدة نصيرة من تيزي وزو اللي تقول عندها قضيتان. القضية الأولى تتعلق بالصلح مع الله، والقضية الثانية مع الأرحام. تفضل دكتور، في انتظار اتصالاتكم دكتور. معذرة، حاولوا أن تتصلوا بنا على الأرقام الآتية 021 39 42 42 021 39 43 43. ومن أراد أن يتصل من خارج الوطن ما عليه إلا أن يستعمل 00213. تفضلوا، نحن ننتظر اتصالاتكم. دكتور نصيرة من تيزي وزو، القضية الأولى والثانية. تفضل. الأخت نصيرة من تيزي وزو تقول أنا لا أنام الليل، أنا خائفة. خايفة، تقول ربما ملك الموت راه يجيها وياخذ الروح نتاعها، وتقول أنا أذنبت. رغم أنها تائبة والحمد لله، ولكن دائما تعيش هذا الخوف وهذا الهاجس. نقول لك يا أختي نصيرة، أقولها الجواب العربي ثم الترجمة الأمازيغية. نقول يا أختي نصيرة ربي حفظك، أنت تائبة، إذن أنت في أمان الله. سمعت الآية اللي قول بدينا بها اليوم اللي ذكرناها، كي قال ربي سبحانه لا تقنطوا من رحمة الله. ربي اللي يقول هذا الكلام ماشي واحد آخر. نعم. يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي بلا استثناء. نعم. صغير كبير مهما كان. والتأكيد الثالث يقول إنه هو الغفور الرحيم. نعم. ممكن يا أختي نصيرة ممكن يوعدك إنسان وينساك، ولكن إذا وعد الله وعد الله لا يتخلف. لا يتخلف. دكتور معذرة، حان وقت أذان صلاة العشاء، فلنستمع ثم نعود إليكم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. نواصل مع دكتور أسعد بويزري في برنامج والصلح خير، وتوقفنا دكتور عند نصيرة من تيزي وزو بالنسبة لقضية الصلح مع الله والصلح مع الأرحام. تفضل دكتور. لك الفضل. يعني وصلنا إلى آخر كلمة، قلنا إذا وعد الله فوعده لا يتخلف. لا يتخلف. نعم. ربي وعد نعم. أنه يتوب على جميع المذنبين. نعم. وربي قال في القرآن إن الله لا يخلف الميعاد. إن الله لا يخلف الميعاد. لذلك نعم. كلما قرأنا وعدا لله أو لرسوله لا بد أن تطمئن قلوبنا
وتسكن نفوسنا. لماذا؟ لأن الواعد هو الله عز وجل، والواعد هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أخرجه الإمام مسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. معناه اش 24 24 على 24 ربي سبحانه يتوب لجميع المذنبين. المهم الإنسان يعود إلى الله، فإذا رجع ليه ربي يتقبله. إذن فلا مجال للخوف. لماذا تخافين؟ نعم. وأما الموت ربي اللي قال: ولكل أجل كتاب، نموت جميعا، سنلقى الله حتما، متى الله أعلم. لذلك يا أختي نصيرة ما تخافي ما والو، اطمئني إن شاء الله، ما تحتاجي إلى رقية ولا شيء، راكي تقرأي القرآن هذيك هي الرقية. نعم. الإنسان يقرأ وراه رمضان جاي الله يبارك، أكثر من تلاوة القرآن الكريم ومن الصلوات، من النوافل والتراويح، فضلا عن الفرائض، وربي إن شاء الله يتقبل إن شاء الله. ثلاثة مشامين ثمزل ثمزلوث وهورا السيد الخوفة السيد دي الحقيقة يثيثت ورسالة السبة أي غير خاطر ربي سبحانه يوعد إن دويني ثوفن سينا مرحبا. ربي يعفو يغفر يوين الشظن يوخر، أكيد دناني مزورة. وربي يحمل مريثو فيونا الغورس يوعدي ثنين يساك نعفو غوك. شو المعنى يس العفو؟ معنى يس ذي يمحو وتقول ريال الشامة الطفضي ربي وتساقوا ذرا أقلا كميد ذي لمان نسلام ولا نقارو مكفي غوال ذا شو دينا المؤذن الله أكبر. كل واحد يشوف المشكلات ما يقولش المشكلات كأكبر كبيرة، يقول يا المشكلات إن الله أكبر منك. باش ربي سبحانه يعطيك هذا التيسير، ماشي تشوف المشكلة أكبر وبعدين تنهار. الإنسان ينهار إذا رأى المشكلة أكبر منه، أكبر من كل شيء. لا، دائما نقول الله أكبر. ومن مقاصد قولنا الله أكبر أن تذوب كل هذه المشكلات، كل هذه الأزمات، ما دمنا في عناية الله ورعايته. المشكلة الثانية تقول مشكلة مع أختها، قالت هي ظلمتني، حاولت الصلح معها مرارا ولكنها ترفض، واتصلت بهاتفين ولا ترد. هي تسأل تقول: هل أنا الآن أذهب إليها وأعود وأزورها؟ قد تردني وقد لا تتركني أن أدخل بيتها، فماذا أفعل؟ الجواب: يا أختي نقول لك هنا اللي تبان البطولة بصراحة. نعم. والله ما ينقص قدرك يزيد عند ربي وعند المؤمنين. نعم. لأنه عندنا موازين غالطة خاطئة. يقول لك أنا اللي نرجع ليها، علاش ماشي هي ترجع ليا؟ أخذته العزة بالإثم. ما ينفعش. نعم. الإنسان إذا أخذته العزة بالإثم ينهار يروح. لذلك اتكلي على ربي سبحانه، روحي انت زوريها، والأفضل أن يكون واسطة قبل. نعم. يعني كاش واحد من العائلة ولا يقولها توقعي زيارة فلانة نصيرة، راهي تجي تزورك، الله يهديك والله يحفظك، يعني استقبليها، وربما هذه الواسطة تكون بينكما. نعم. وذلك أحسن. نعم. الانترميديار هذاك الواسطة يعني مهم جدا جدا. الواسط الخير. علاش كي قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ. وفي حديث آخر يقول: لا يدخل الجنة قاطع. أي قاطع رحم. لذلك الإنسان لابد أن يحتاط لهذا الأمر. أمر الأرحام أمر خطير، خطير جدا، لابد أن نهتم به اهتماما يليق بمقامه. إذن روحي لها وما تخافيش، وربي سبحانه هو اللي سخرها باش يرقق قلبها. أذكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن. هو قلوب كل الخلق راه في يد ربي سبحانه عز وجل. دخلي بالدعاء واتكلي على ربي سبحانه، وممكن تكون هذه الواسطة تعاونك إن شاء الله تعالى. ربي يصلح ذات بينكم إن شاء الله تعالى. قلت ما نصير شمينير التفضير بولتساقواد ما تفضل يونسيت وشولت، يعني ذي لي يرميذس ماذا بك باش تيدي السوجد أسينة والتمام نصيرة تبغى دا ساكن تزور أتفرو من الشغل يراون إن شاء الله هو قور يراون. يا أخي دائما أكون قار مزديث ولاون أذ شبحن وذماون أذ يرحم ربي مزورة. يون الشعار دائما يدي نقار بيروح نذر زونا في قادي مخلفا أسين نرزد في اللون باش نزيز دي أولوني لغن مزديث ولاون أذ شبحن وذماون نرزد في اللون أنخضين شريين أنجفرين يرزن أنفلوين يهدن أكا يتسلويث أكا يذي ذمن إلى قنحرز ذمن باش ربي أذا يحرز. وكذا ولي والأخت نصيرة، وربي إن شاء الله يصلح ذات بينكما ويصلح ذات بين جميع الناس. بارك الله فيك دكتور سعيد بويزري. نصيرة من تزوز سمعي لنصيحة الدكتور سعيد بويزري بالنسبة لي والصلح خير. العاصمة اتصلت كريمة دكتور وقالت باللي الأب تاعها طلق الوالدة تاعها وخلاهم صغار، والأم خدمت عليهم يعني حتى
كبروا ما شاء الله، ولكن تقول طلب السماح وسمحنا للاب تاعنا الان، ولكن كاين مشكل تاع النفقه ما راهوش ينفق علينا. هل السماح هذا مقبول ولا ماهوش مقبول؟ تفضل دكتور. نعم لك الفضل. الأخت كريمة الله يحفظك يا أختي كريمة. أولا سبحان الله، شوف هذا الطلاق حصل خوك عنده 30 يوم وانت عندك عامين، يعني كم صار؟ معذرة دكتور، معذرة دكتور. هناك مكالمة. سعيد من العاصمة. الو. السلام عليكم أخي. السلام عليكم. من معي سعيد؟ الأخ زهير. زهير من العاصمة. معذرة أخي. السلام نعم. عليكم أخي الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا بك وبركاته. معنا في برنامج والصلح خير. زهير، عندك قضية أو مساءلة بالنسبة لحلقة التي تتعلق برمضان؟ تفضل. نعم الأخت. نعم. حبيت نسأل دكتور. نعم تفضل. شيخنا عندي سؤال حبيت نسألك. نعم. تفضل يا أخي. أنا بالنسبة لي تاجر. أنت تاجر. نعم. الله يبارك. نعم. الله يبارك فيك. كاين بعض التجار، لما حبيت نسألك برك جاوبني على هذا السؤال. كان بعض التجار لما يقرب رمضان ان شاء الله تجيبوا يخبي السلعه مثلا ولا يستوكي فيها. نعم. كي يلحق رمضان ان شاء الله ويخرجها ويبيعها بالسعر ماشي سعرها، يعني بالسعر غالي جدا مرتفع. سعر مرتفع. نعم. ويبيع كما يحب. هل هذا يعني يجوز شرعا؟ بارك الله فيك. وفيكم بركة الله. سؤال وجيه ومهم جدا. والسؤال واحد آخر. الثاني. نعم زهير. نعم. كاين بعض الناس ثاني، كاين بعض التجار ثاني. نعم. تتعلق بالتجارة أيضا. نعم. يشوف مثلا تتبع مثلا أرخص منه بالسعر معقول، البري ريزونابل. نعم. ما على باليش واش هي عندهم نوع من كما نقولوا شكون عدوك انا كي تخفض السعر انت هو يتحرج، يقول لك علاش خفضت السعر؟ مثلا يعطيك الساعه يقول لك نعم. وعلاش تبيع بهذا البري مثلا. نعم. تخدم على الاعلان. تخدم على الاعلان. ما يحبوش. يعني نعم واضح. يعطيك الصحه. نعم. هذا هو السؤال. نعم. هذو هما الاسئله تاعك سي زهير. بارك الله فيك. سؤال مهم جدا. سؤال مهم جدا. نعم. خاصة ونحن على مقربة من شهر رمضان. رمضانك مبارك سي زهير. الله يسلمك. إن شاء الله ربي يجازيك إن شاء الله ويرجع تجارتك فيها الرزق وفيها الحلال إن شاء الله. آمين. إن شاء الله. آمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا زهير من العاصمة. نعود إلى كريمة من العاصمة. دكتور تفضل. نعم الأخت كريمة، إذا وقع هذا الطلاق وأنتم صغار كان عنده 30 يوم معنا شهر، وكاين اللي عنده كيما أنت عندك عامين، ولكن سبحان الله كي نشوف هذا الطلاق ونؤكد عليه كثيرا نقول يا ناس اتقوا الله. والطلاق هو أبغض الحلال عند الله الطلاق. هذه من جهة. من جهة ثانية الطلاق أحكام شرعية ماهوش أهواء متحكمة في الناس. نعم. يعني أي واحد صار له أي مشكلة خفيفة بسيطة جدا ويلجأ مباشرة إلى الطلاق. وقد قلنا مرارا أن الطلاق في يد الزوج مثل المقص في يد الطبيب الحاذق. موش أي مريض يروح له يفتح له كرشو. نعم. الأوبيراسيون. نعم. لا يعني هذه يخليه آخر علاج. الكي آخر العلاج. ولكن الكثير من الناس راهم يسرعوا بالطلاق، بعد ذلك يندموا بعد ما تروح الزوجة وربما تتدخل بعد اعتبارات أخرى إلى آخره وصارت نعم. مشاكل كثيرة. ولكن الحمد لله أنه يماكم ربي يحفظها خدمت عليكم بالحلال. سبحان الله. هذا رمز المرأة الأصيلة التي لا تستسلم لهذه المصائب، لهذه الابتلاءات. نعم. كانت عاملة تعمل ليل نهار بالحلال من أجل كسب لقمة العيش وباش تربي أولادها، تصلي الفجر وتخرج للخدمة وخدمة شريفة باش تجيب لكم القوت وتربيكم تربية حسنة. هذا هو الجهاد، جهاد النساء اللي يكونوا في مثل هذا الحال. ونقولوا هذا الكلام وهي تكبر في أعيننا في قلوبنا، نقولها بارك الله فيك.
أما بالنسبة للوالد راكي قلت يا أختي كريمة أنه لا ينفق عليكم. نعم. يا أخي نذكروا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى الآن لا ينفق. نعم. يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. نعم. وفي رواية من يقوت. يعني هذا إثم كبير، اللي يضيع زوجته، اللي يضيع أولاده، واللي يضيع مواليه، باباه ويماه وأجداده والأصول نتاعو، اللي يدير هذا راه آثم قطعا. إذا كان راه يصلي نقول يا أخي الصلاة راهي تنهى، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا ما هي ثمرات الصلاة فيك؟ إذا كان يصوم أيضا، وإذا كان يعني أدي هذه الشعائر وهذه العبادات، لا بد أن تثمر هذه العبادات في حياته. إذن أعتقد هذا الحديث يكفي. نعم. أما بالنسبة لكم يا الأخت كريمة نقول لكم سمحوا له، مانيش نقول لك باللي كيما دالكم ديروا له، لا لا. أتدرين لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قلنا لا ضرر ولا ضرار، من قبلوش المضرة بالمضرة. وربي سبحانه يقول في القرآن الكريم ادفع بالتي هي أحسن. بالتي هي أحسن. بالتي هي أحسن. نعم. نعود إليها دكتور. نعم. قبل ذلك أستسمحك دكتور في أخذ مكالمة هاتفية من السيد أبو منير من ولاية سطيف. السلام عليكم أخي الكريم. نعم السلام عليكم. مرحبا بك أبو منير من ولاية سطيف، مرحبا بك. عندك قضية ولا مشكل من ولاية سطيف أبو منير؟ تفضل. نعم عندي قضية. تفضل رانا نسمعوا فيك. مرحبا. عندي أخي أنا أكبر منه ب9 سنين. الأخ تاعك كبير عليه ب9 سنين. أنا أكبر منه ب9 سنين ومعلمه، ومؤخرا له ابن. نعم. يتهجم علي دائما، يسبني، يشتمني. هذا الابن الأخ تاعك يتهجم عليك. أنا أكبر منه ب40 سنة. طيب أبو منير تسكنوا قراب البعض ولا بعد؟ قراب. وشنو هو السبب اللي يخلي وليد خوك يتهجم عليك؟ لا أدري، محرش من قبل والديه، والله مانيش عارف كيفاه يتهجم منك. طيب من وقتاش هذا المشكل سيد أبو منير؟ إذا كان ممكن تقدر تتكلم بالعامية تاعنا باش نفهموك مليح. انت راك تقول بلي واقي الوالد تاعو الأخ تاعك يحرش وليدو عليك. سبحان الله. نعم. علاش يحرشوا؟ يعني ما وقعش بيناتكم خلاف من قبل؟ هناك خلافات بسيطة بيني وبينه، ولكن صار ابنه هذا وتدخل في الأمر. شحال في عمره؟ يعني صغير. شحال في عمره وليد خوك هذا أبو منير؟ 21 سنة. 20 سنة دكتور، راك تسمع. 20 سنة يتهجم على عمه. ما تكلمتش مع الأخ تاعك؟ ومع ذلك قلت لأبيه، اعترف في الحقيقة مبدئيا، ولكن ولا مؤخرا ولا هو اللي قاطعني، هو اللي هاجرني. كان عندي واجب عرضته ما جاش، ولا وين يشوفني يهرب عوض يعني عندك مشكل تاع الأرحام. عوض يعني يأدب وليده. ومثلا يقول له هذا اخو الكبير، ولكن زاد مشى معاه. وانت انا لما اقرا قوله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. نعم. يعني اتعلم، واني اسمع قاطع الرحم لا يدخل الجنه، ولكن هو الذي أصبح يتهرب مني. نعم، يعني أنت تتألم ونحن نتألم أيضا معك أبو منير من ولاية سطيف. يعني حاول تصل للصلح ولكن لا جدوى. يعني الأخ تاعك هذا زج بدروحه تماما عليك. زج بدروحه مشى مع ابنه، عوض يعني يأدب وليده ويقول له مثلا هذا أخي الأكبر،
فاذا به زاد معاه، يعني زاد ان شاء الله ان شاء الله ربي يهديه يا ابو منير. هذا هو سؤالك سيدي الكريم؟ هذا هو السؤال. هل انا آثم ام لست آثم؟ مع العلم انا حاولت ان اكلمه والى اخره، ولكن هو واضح واضح. طيب ابو منير، ما تقطعش على مواصله برنامج والصلح وخير، راح تسمع للدكتور سعيد بويزري وان شاء الله يدخل عليكم رمضان بالصلح بينك وبين خوك ان شاء الله. ان شاء الله. بارك الله فيك. نشكرك ابو منير من ولايه سطيف. دكتور، نعم، نعود إلى كريمة. نعم. إذا الأخت كريمة، الحمد لله الوالدة نتاعك ما شاء الله ربتكم وما شاء الله، ولكن بالنسبة للوالد ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قلنا أنتم أيضا سمحوا له. علاه جبت حديث لا ضرر ولا ضرار، وقول الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن. نعم. علاه؟ لأنه هذا باباك. ربي قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ما يلزمش واحد إذا كان الأب مثلا غلط وحنا لازم كما نقولوا نردوا الثار كما دارنا نديروا له، لا بالعكس. وربما السلوك نتاعكم الطيب، المعامله نتاعكم الحسنه هي التي تجعله يتوب في يوم من الايام ويعود اليكم ويطلب منكم السماح بعد ان يطلب السماح من الله عز وجل. نعم. هذا واش نقول لكم يا الاخت كريمه، الصبر. اما شوف الوالده نتاعك الله يبارك، نعم. كي قالوا لها الناس قاضيه رفع القضيه للمحكمه، تتاكي هون جوستيس، يعني الجار كيفاش يعني، ولكن هي ما وصلتهاش للمحكمة. نعم. وقادرة توصلها للمحكمة وتجيب حقها عادي. قانون العقوبات المادة 330 وما بعدها تنص على أحكام جزائية. نعم. على كل من يضيع أسرته، ولكن ممكن يدخل حتى للسجن كما حصل لبعض الناس. ولكن لا نأخذ بهذه الآية. نعم. ربي اللي قال ادفع بالتي هي أحسن. كي نقول هذا الكلام أنا لا أشجع الذين، يعني بالعكس ندعو هؤلاء بكل إخلاص وبكل ما نملك من قوة، نقول لهم يا ناس اتقوا الله، ما تضيعوش هذو أرحام. ربي قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وسمعنا الآيات وسمعنا الأحاديث. نعم. هذه واجبات، هذه التزامات. بالعكس ربي كي قال الرجال قوامون على النساء. نعم. هذه الرجولة، هذه ماشي معناتها يضرب ويحقر ويطلق ويديرها، لا ماشي هذه الرجولة إطلاقا إطلاقا. ربي كيتكلم على الرجال قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ومن أمثالنا الجزائرية الأمازيغية الرائعة يقول كشف حب رقاز سر رقزة، أي جمال الرجل في رجولته. ماهوش الرجل ما يحقر، الرجل ما يظلم، الرجل ما يضيع. وطبعا نقول هالكلمة لسنا ملائكة. نعم. مالاش ملائكة، واحد يكون عادي طبيعي، ولكن كي يغلط يرجع للطريق المستقيم والسلام. هذا مكان. وربي يفرح بتوبة عبده سبحان الله. يعني كما ورد في الحديث أكثر من هذا براحلته. نعم. وابن القيم الله يرحمه والله يرضى عليه كي ذكر أحاديث ونصوص نتاع القرآن والسنة، كيف أن الله عز وجل فتح أبواب الرحمة للتائبين، وكيف النبي عليه الصلاة والسلام يحفز كل المذنبين ليعودوا إلى الحق وإلى الصواب وإلى الله عز وجل. داروا حتى تعليق رائع، قال لك حينما نقرأ هذه النصوص ليس المراد منها أن الله يشجع على المعصية. نعم. ولكن يفتح أو ييسر باب التوبة. إذن المقصود هو هذا، هو تيسير باب التوبة. كما ربي سبحانه يغفر المذنبين، أيضا بيناتنا يسمح لبعضنا البعض، وهذا بابكم إن شاء الله ربي يهديه. وبعثوا له من العائلة ربما إمام الأئمة، وراه رمضان مقبل. كم من إنسان يتعصب يتعنت يتعسف، ولكن كي جاء رمضان ببركاته ورحماته إن شاء الله تعالى ويتوب ويرجع لكم ويطلب منكم السماح وانتم اسمحوا له إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. ويكون الصلح بحول الله تعالى. دكتور من العاصمة زهير كان عنده سؤال حول التجارة. السؤال الأول يتعلق بالتجارة. بعض التجار يقوموا بالستوكاج تاع لي برودوي ومن بعد يخرجوهم في شهر رمضان ويبيعوهم بسعر مرتفع. والسؤال الثاني بالنسبة لتثبيت الثمن، ربما هو يبيع بثمن أرخص، يجي له تاجر يقول له علاش راك طيحت عليا السلعة، أو كما قال راك تخدم على الإعلام. هذه عبارة يعني دكتور سبحان الله ما المقصود منها؟ الله أكبر. إن شاء الله خدم على الإعلام وما تخافش، يعني واحد يخدم على الإعلام هذا شرف. إن شاء الله نخدموا كاع الإعلام. نعم. يا دكتور هذا شرف. نعم هذا شرف يا سي زهير. نعم. هذه الجزائر. نعم. أولا يعني هذه السنة أنا عقدت العزم أن أتحدث عن التجار الذين
يدخلون الفرح إلى قلوب الناس بصراحة. نعم مهم جدا هذا الشطر في رمضان. نعم هذا ما كان يعني ما نتكلمش على التجار اللي يغليوا بصراحة لولا هذا السؤال وما ما ما ما, ما تحدثت في الموضوع. لا لماذا؟ لأنه كي نقولوا للناس هذوك اللي يفرحوا الناس ما نقولش يخسر لا، ولكن لا يستغل شهر رمضان لارتفاع الأسعار باش يعني يرفع في الأسعار نتاعو وينظر فقط للعروسات نتاعو، يشوف غير الدراهم اللي طلعوا. شحال يدخل في رمضان؟ علاش ما يشوفوش في الحسنات اللي يدخلوها في هذا الشهر المبارك؟ وعلى بالك التاجر الأمين الصادق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء، يعني أعطى لهم ربي واحد المرتبة عالية، يقدر التاجر يصل درجة الصديقين ودرجة الشهداء باش بأمانته وصدقه وبعدم استغلاله للناس، ولا يعني يضع الأسعار التي ترهق كواهل الناس. نريد من يسعد الناس في شهر رمضان، نريد من يزرع الأمل، من يزرع البسمة، من يخفف على الناس. هناك أناس يعانون كثيرا. بالمناسبة أحيي الذين ينفقون في سبيل الله خاصة في هذا الشهر الفضيل، اللي مدوا منح واللي يعني أموال معتبرة، واللي مدوا قفف اللي يسموها قفة رمضان، واللي يرعوا اليتامى، واللي يرعوا الأرامل والمغبونين والمرضى في المستشفيات والمرضى في كل مكان. هؤلاء حقيقة يتنافسون لنيل هذه الدرجة العلى عند ربي جل جلاله. أما أنت يا سي زهير أخويا، واش نقول لك بالنسبة لهذا السؤال اللي يرفع هذا اللي يعتبر هذا احتكار؟ هذا هو الاحتكار، يعني يخبي السلعة يخفيها على الناس ليتحقق عنصر الندرة كما يقول أهل الاختصاص في الاقتصاد. نعم. وكي تكون السلعة نادرة يولي يخرجها إلى السوق. نعم. يزداد عليها الطلب. نعم. إنها كانت مفقودة. نعم. ثم هنا يتحكم هو في الأسعار. سي تاكتيك دكتور. تاكتيك نعم. التكنيك يستخدموها واحيانا مجموعه من الناس يدير هذه الحسابات، يعني ما حكم الشرع في هكذا الحسابات. نعم. في هذا السياق للاسف الشديد. نعم. واحيانا بعض الناس يديروا ريزو شبكه قال يخبيوا كاع هذوك السلعه يخبيوا عندهم وتبقى نادره في السوق ويقوى عليها الطلب ويخرجوها للسوق ويتحكموا في الاسعار، وطبعا ويرهقون كواهل الناس ويرهقون هذه الأسر وهذه العائلات. بدل أنه يفوتوا رمضان بالخير وبالسلام لا يولي يفكر مسكين كيفاش يعيش كيفاش كذا وهكذا. وطبعا عمر الخطاب حين شتكاولوا قالوا له هاو السلعة غالية قال رخصوها بالترك، يعني واحد كيخليها يعني ثبت ولا رخيصة. وهذه قاعدة مهمة في الاقتصاد. ونزيد نذكر بحاجة خطيرة جدا يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. وش يقول؟ الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. يكفي هذا. نعم. الجالب مرزوق يا سيدي، الأرزاق في يد ربي سبحانه عز وجل. سبحان الله. والمحتكر ملعون. يا لطيف. نعم. ليحتكر السلعة ويرهق يعني الناس. ثم أنه لازم تفكر بأن الأرزاق في يد الله. ربي قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يقول وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. هو الأرزاق في يد ربي سبحانه يا ناس. نعم. ولكن يساعد اللي ينجح في هذا الشهر وينجح في سائر الشهور، لأنه هذا الشهر امتحان في الحقيقة لنا جميعا. أما بالنسبة للسؤال الثاني اللي يقول نبيع بسعر معقول وبعض التجار ما يعجبهمش الحال وما يرضاش وقد خدم على العلم. يخدم على العلم سي زهير خويا. هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. نعم. يا ولدي معايير أخرى، عندنا معايير والله ما عندها حتى قيمة في الحياة، نعيش بها ونعتقد أنها سليمة. نعم. نعم. لا هي غلط. نكرسها. نعم. نكرس. والمعايير الحقيقية هي المعايير الشرعية اللي قالها لنا ربي والنبي صلى الله عليه وسلم. ربي قال ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. سورة الجاثية الآية 18. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. ربي سبحان الله. شوف الجوع هذا يعني كاين بعض الناس الجوع مغروس في قلبه، يعني في بطنه يأكل واش يأكل يبقى دائما جائع. ولكن القناعة، من أراد غنى فالقناعة تكفيه. القناعة. الإمام الشافعي ربي يرضى عليه يقول إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. طيب سيدي، أمر آخر في هذا الأمر أضيفه في هذه النقطة بالنسبة اللي يفرحوا الناس في هذا الشهر المبارك. نعم. شوف ربي يفرح بك يا أخي العزيز
وشوف هذاك الناس اللي فرحتهم يفرحوا بيك ويدعوا لك. أما هؤلاء الناس اللي يقولك تخدم على الإعلام باش يثبطون من عزيمتك، يثبطوا العزيمة نتاعك، لازم هذا الكلام يزيدك قوة وإصرارا على طريق الخير، لأن طريق الخير يحتاج إلى ضريبة تدفع، ادفعها ولا تخف، وربي معك ومع أمثالك. بارك الله فيك دكتور. هكذا يكون قد استفاد من الجواب السيد زهير من العاصمة بالنسبة للأسئلة التي تتعلق بالتجارة في رمضان. نمر إلى أبو منير من سطيف دكتور، اللي يقول في القضية تاعه في برنامج الصلح خير أنه الأخ الأكبر منه ب9 سنوات عنده الابن تاعه في عمره 20 سنة يتهجم على عمه، والخلفية أنه كان خلافات بسيطة. قال لك عندما رحت نشتكي به يعني أعطاه الحق ثم انقطع عن أخيه تماما. ماذا يفعل سيد أبو منير من ولاية سطيف؟ هذه التي أشرنا إليها في مقدمة اللقاء، قصة قابيل وهابيل. نسأل الله أن تتطور إلى ذلك المستوى. خلاف دكتور، يقع الخلاف بين الناس، بين الإخوة، بين الأخوات، بين الوالدين والأولاد، شيء طبيعي. الدنيا من خصائصها وقوع الخلاف بين الناس. لماذا؟ لأن المصالح مختلفة، لأن الذهنيات متباينة، يعني شيء طبيعي أن يقع الناس في خلاف. ولكن الشيء الذي لا يقبل بجميع المقاييس، لا المقاييس الشرعية ولا المقاييس الأخلاقية التربوية ولا بمقاييس الأرحام، أن تورث هذه الأحقاد. هي الظاهرة التي أريد أن أتحدث عنها الآن. نعم. هناك ظاهرة توريث الأحقاد. يعني يكون خلاف بين الناس، بين خاوة ولا بين الجيران ولا. مليح هذا الموضوع لو كان نقترحوه في بداية الموسم. في بداية الموسم إن شاء الله تعالى. نعم هي ظاهرة خطيرة صح. نعم. خطر بعض الناس يورثوا هذه الأحقاد، يحكي لولاده يقول يا ولادي أنا عندي خلاف مع عمك. كما هذه القصة. نعم. لأنه هذا الطفل اللي عنده 20 سنة، هو الأخ أبو المنير قال لك بينه وبين هذا الطفل 40 سنة. يعني هذا عمه. هذا عمه لازم يحترمه، يقدره كما يقدر باباه، ويحترمه كما يحترم باباه. ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الابن لو كان ما على بالوش بلي كاين مشاكل بين عمه وباباه، علاش يكون عنده مشكل مع عمه وزيد يتهجم عليه ويشتمه إلى آخره ويسيء معه الأدب. نعم. هذا أمر خطير. وتوريث الأحقاد هذه من أبعاده ومن آثاره السلبية أنه قد تمتد لسنوات ربما لقرون. أليس كذلك؟ بعض الناس يقول لك منذ 50 سنة جدك مع جدي اختلفوا في السوق. نعم. لذلك الآن ما كان لا شركة لا نسبة لا مصاهرة ولا شيء. وكم من زواج عطل بسبب توريث الأحقاد. والله على ما أقول شهيد. حكايات حقيقية واقعية، هذه من وحي الواقع. يجبدوا هذوك الحكايات القديمة ويطلعوها الآن تطفو على السطح، ويعطوا لها القوة والطاقة، تتجدد فيها الطاقة ويعيشوا بها الآن. ولا حول قوة إلا بالله. نقول لك يا أخي أبو منير، أولا أنت حاول، أنت راك حاولت، أنت قلت حاولت باش تتصالح معاه، هو ما حبش. على هذا المستوى ذمتك بريئة، ولكن زيد نقول لك اجتهد أكثر. شوف غيرك، إذا كان أنت ما تقدرش توصل ليه شوف غيرك. في بلادنا كاين رجال صالحين، كاين صلحاء، كاين أئمة، كاين الخير ما شاء الله. خليوا هذون يتوسطوا بينك وبينه وبين خوك، وبينك وبين أيضا وليده أيضا. إن شاء الله يجتمعوا مع بعض كيف وإن شاء الله ربي يصلح ذات البين. ولكن نقول لك ما تيأس، ما تتقلق، واجتهد وحاول، والله على كل شيء قدير. إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن. ربي يرقق قلبه بمناسبة هذا الشهر الكريم، شهر الفضيل، شهر رمضان المعظم، وتعود المياه المجاريها، وربي يصلح بيناتكم. بارك الله فيك، جزاك الله كل خير دكتور. سعيد، هل هناك اتصال لكي نرى في قضية أخرى؟ نعم، إذا القضية الأخرى التي تتعلق بالطلاق دكتور، أنه في بداية البرنامج قلت أنه 7 حالات طلاق قبل رمضان، 5 حالات الحمد لله، الكل شيء على ما يرام.
واثنان ليس بعد. ماذا يحدث دكتور؟ هل بعد نهاية البرنامج ستخرج أيضا إلى الميدان لإصلاح ذات البين أو ماذا؟ هكذا هو المشاهد يريد أن يعرف ماذا يفعل فضيلة الدكتور سعيد بوزيري بعد خروجه من البرنامج، أي بعد نهاية المباشر. تفضل دكتور. والله نسأل الله التوفيق ونسأل الله القبول. أولا هي استثمر هذا السؤال من خلال هذا السؤال نفوت بعض الرسائل لسادتي الأفاضل وسيداتي الفضليات. نقول أن موضوع الصلح ليس بالأمر الهين. نعم. لماذا؟ لأنه طريق الصلح يعني معمر كما يقولوا بالأشواك، يعني ليس نعم. بالأمر الهين. نعم. لماذا؟ لأن المثبطات كثيرة، ولكن الأمل قائم والحمد لله رب العالمين، خاصة في بعض الأيام وفي بعض المناسبات هكذا تنشط يعني حركة الشيطان فيفسد ذات كما البين قلت في بداية حقيقة. نعم. يعني وسبحان الله هذا الشيطان الذي طرده الله عز وجل من رحمته قسم على ربي قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلى آخر الآية. بمعنى هذا القسم يعمل باستمرار من أجل تحقيقه وتجسيده، وهو يرتاح ويطمئن إذا أحدث الشقاق والخلاف والنزاع بين الناس، وفرق بين الأهل والأقارب، وفرق بين الزوج والزوجة، وشتت شمل الأسرة. لذلك هذا يحدث كثيرا كما قلنا، ولكن الحمد لله نستثمر الليالي، يعني خاصة بعد البرنامج، والحركة بالليل يعني ميسرة، زحمة السيارة ما كانش، فكثير ما فيه بركة كبيرة جدا في ليالي كثيرة والحمد لله رب العالمين، وتم إصلاح البين. وهذه الليلة أيضا عندنا لقاءات مع بعض الخصوم أو بعض المتخاصمين، نسأل الله أن ييسر ذلك. وأقول هذا لك وأنا أطلب دعواتكم، ربي قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نسأل الله أن يوفقنا جميعا فكلنا معني بقضايا الصلح، لأن الصلح هذه الصلح مهمتنا جميعا، رسالتنا جميعا. ونذكركم دائما بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال للصحب الكرام ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، ونحن على أبواب الصيام. طبعا المقصود هنا صيام النافلة. قالوا بلى يا رسول الله، قال إصلاح ذات البين. إصلاح نعم. ذات البين. نعم دكتور بارك الله فيك. ونحن نصلح ذات بيننا في البرنامج 8 دقائق 7 دقائق وينتهي البرنامج، ولكن نأخذ اتصال أخير من الجالية في المهجر من فرنسا. أسيا، السلام عليكم أختي الكريمة. السلام عليكم. مرحبا بك أسيا. نعم. الله يسلمك، معلش نهضر مع الدكتور. معليش تفضلي. مرحبا بك. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. الله يسلمك. ما على باليش تكون نهضر بالعربية ولا بالقبيلية كما حبيت. كما تحبي انت تفضلي. اذا كان ممكن اسيا برك اختصري لانه ما كانش الوقت باش هكذا يرد عليك الدكتور وتسمعي له. تفضلي. مرحبا بك. الشيخ السؤال كان سقسيني سقسيني دوارو دي جونفي اللي قاعدين خدمة غنفوسكوش يغليدو بيبي يا 4 شهور جونفي باسي ولا فين فوسكوش 5 موا، ومن بعد في كلينيك دي لوبيتال في كلينيك كي في فرنسا 10 يوم باش كنا ثانوية اسكم كانت نخدم اليوم الله غالب نحوس نسقسو دابا كانت نخدم حرقت حرقت في لوبيتال بدي نبويا راه حرقت يعني قشيشني تقشيش الصرغنت يعني. نعم. واضح دكتور. نعم. بس زمن خاطر. واضح. واضح. أسيا من فرنسا. رمضان مبارك لك أيضا أسيا من فرنسا. تفضل دكتور. نعم. عندها سؤالان. السؤال الأول
قالت في جونفي الماضي كانت حامل، وبعدين درت فسكوش 4 شهور في عمره طفله. قال لك بعد ما حرقوها للاسف الشديد يعني وهذا الصنيع يعني يجي نهار نتحدث ايضا عن هذه الظاهره. نعم. يحرقوا بنادم، هذه بنادم يحرقوها طبعا، لانه في اعتقادهم ما دام لم يكتمل ما هوش حي يحرقوه، وهذا الامر في الحقيقه امر خطير جدا. نعم. نجاوب باللغتين يا الاخت اسياء. ابدا بهذا البيان. لك مختصر من الوقت دكتور باش ما نوقفوكش باذن الله تعالى. نعم. اولا الانسان مكرم. نعم. ربي قال ولقد كرمنا بني ادم. نعم. لا يجوز للانسان ان يحرق انسانا مهما كانت الاسباب. انما المطلوب هو ان يكرم. هذه الطفله زادت ماشي كامله. طيب هكذا قدر الله عز وجل. ربي قال ونقر في الأرحام ما نشاء. نعم. المفروض تدفن وتكرم. على كل حال سيأتي مزيد بيان إن شاء الله في حلقة من حلقاتها باش نتكلموا عن هذه الظواهر السلبية التي تتنافى مع الشريعة الإسلامية وتتنافى مع الإنسانية وتتنافى مع الأخلاق والقيم. هذا أمر محزن للغاية. اش مديني غاولت ما أمر ذي الفغي أكد النياض تنطل خاطر ذا الروح وسيكتيفار ربي تعيش الساعة القيمين الساعة الكرامين الساعة غزاليس، ولكن وكذا يكونوا ماشي ذيك فسنون الله غالب يكونوا الساعة من الذنوب الساعة من النية. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. إن شاء الله تنتهي في الجنة إن شاء الله تنتهي في الجنة ميلا الظاهرة يجيب وكذا الصرغان أدي سواس إن شاء الله هاد نهضر في الموسم القادم إن شاء الله تعالى. خاطر ذين يخل فن تشرعيث ذين يخل فن فخلقيث ذين يقول فن ياك يعني ثذرت بمذان خاطر رمضان ربي سيدي خلقنا ربي كرميث وريجو زار بلاد ما الصرغ. نعم. دينا بالنسبه للسؤال الثاني تقول انا حامل في شهري الثالث اللي تاكل تردو كيفاش دير بالنسبه للصيام؟ نعم ربما في مرحله الوحم يعني. نعم نقول لك يا اختي اسيا يعني ولك ولجميع اللي في وضعك يعني ولا المرضى ولا اللي عندهم كامل اصحاب الاعذار نقول له شرع ربي سبحانه. واش يقول ربي في القران بعدما تحدث عن الصيام؟ قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. انت الان حامل يجوز لك باش تفطري في رمضان وبعد إن شاء الله ما تزيدي بعد ما ترضعي براحتك تقضي الأيام نتاعك والسلام. إذن هذا عذر يسمح لك. كميني أتش رمضان قال لك ميد استاذيست وزوم إن شاء الله بعد رمضان إن شاء الله بعد ميد رفيض إن شاء الله تحليض ما شاء الله أتسرضوا السنين وتنتقضوا وربي يقبل إن شاء الله تعالى. نعم. وصلنا إلى نهاية البرنامج دكتور. رمضان مبارك لك ولكل العائلة وطاقم برنامج الصلح وخير يقول لك رمضان مبارك. تقنيين أيضا رمضان مبارك لزينب أيضا. مرحبا بك معنا وسنعود إليك مع بداية برنامج والصلح خير. نشكرك جزيل الشكر على إصلاح ذات البين طيلة سنة كاملة دكتور. نلتقي بحول الله تعالى في المستقبل القريب. نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. رمضان مبارك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لمن فاته هذا البرنامج يعاد بثه يوم الأربعاء على الساعة 2:30 زوالا على قناة القرآن الكريم. الخير حياة. كل حاجة نديروها احنا نديروها انطلاقا من الرحمة. وربما العملية ما جاتهاش مليحة فراه البلعم نتاعها منفخ كومبليتمون ما تقدرش